كاريس بشار ممثلة سورية من كبار النجوم السوريين، تحفل مسيرتها بالعديد من الأعمال الدرامية المنوعة. حصدت الفنانة كاريس بشار خلال مسيرتها على محبة الجمهور، وامتدت أدوارها من التلفزيون إلى السينما. برزت كاريس بشار في مختلف الأدوار، من أهمها دور سعدية في ليالي الصالحية، ودور قمر في سوق الحرير. ترى كاريس بشار بأن عمل البيئة الشامية سوق الحرير نقلها لقلب الجمهور، حيث شاركت في الجزء الأول وتعمل على أداء مشاهدها في الجزء الثاني. كثرت الشائعات حول سبب الخلاف بين كاريس بشار والفنانة سلاف فواخرجي، ولا يعرف على وجه الدقة السبب الحقيقي له. وصنف عدد كبير من النقاد كاريس بشار بأنها من نجمات الصف الأول في سوريا، ووصفوها بأنها نجمة في كل دور تؤديه. نشأة الفنانة كاريس بشار وبدايتها الفنية. ولدت الفنانة السورية كاريس بشار يوم 16 من شباط عام 1976 في مدينة دمشق. تدرجت بشار في مدارس العاصمة دمشق حتى نالت الشهادة الثانوية لتلتحق بعدها بكلية الإعلام، ومن ثم بفرقة زنوبيا للفنون الشعبية. عرض عليها الفنان الكبير دريد لحام المشاركة في مسرحيتيه صانع المطر، العصفورة السعيدة، ليكون أول ظهور لها دون موافقة والدها. ونجحت بعدها بشار في إقناع والدها دخول عالم الفن، لتشارك عام 1992 في مسلسل أعلام العرب وهي بسن 16. مشوارها الفني. قدمت الفنانة كاريس بشار في العديد من الأعمال الدرامية، وجسدت مختلف الأدوار والأعمال، وبرزت في أعمال البيئة الشامية والأعمال الاجتماعية وغيرها. في عام 1995 شاركت في مسلسل يوم بيوم، وعام 1996 في 3 أعمال: عرس شامي، ياسين تورز، وبدور بثينة في العمل الكوميدي عيلة 6 نجوم. وعام 1997 شاركت بشار في 5 أعمال درامية، من أبرزها دور أناغيم في العمل التاريخي العبابيد. وشاركت كذلك في الحياة على طريقة الكمبيوتر، عطر البحر، مرايا 98، هو بحري بدور ليلى. وعام 1998 ظهرت في 8 أعمال درامية، من بينها دور ريم في مذكرات عائلة، ودور سها في الجزء الثالث من حمام القشاني. وشاركت ذات العام في الجزء الثاني من خان الحرير بدور زينة، فضلا عن دورها المميز عبير في الطير. وعام 1999 شاركت بشار في عدد من الأعمال، من أبرزها دور سلوى في ثلوج الصيف، وشاركت في الدرب الشائك. وأبرز أدوار كاريس بشار عام 2000 كان روبا في العمل الحلبي الشهير سيرة آل الجلال. وعام 2001 جسدت دور قمرية في شام شريف، وشاركت في سر النوار لشو الحكي سحر الشرق. واقتصرت مشاركتها عام 2002 على عملين: حديث المرايا، وردة لخريف العمر، وعام 2003 في قانون ولكن، مخالب الياسمين، أيامنا الحلوة. وجسدت عام 2004 دور الصيدلانية سمر في العمل الاجتماعي رجال تحت الطربوش، ونرمين في عشتار. أبرز أدوار كاريس بشار، على الرغم من تقديمها للعديد من الأعمال في عام 2004، يبقى دور الفنانة كاريس بشار في عمل البيئة الشامية ليالي الصالحية هو الأبرز. وجسدت بشار في العمل دور سعدية، وهي زوجة المعلم عمر عباس النوري، التي تحلم بطفل وتعمل مكائد بشقيق زوجها لطرده من البيت. خلال عامي 2005 و2006 شاركت بشار في أحقاد خفية، 5 وخميسة، ندى الأيام، وشاء الهوى، أيام الولدنة. عام مميز في مسيرة كاريس بشار. جسدت بشار عام 2007 دور فوزية في الحصرم الشامي، وشاركت في ظل امرأة بدور وفاء، ودور ميساء في ممرات ضيقة. ومن أعمال الفنانة كاريس بشار في ذات العام دور سمر في مسلسل على حافة الهاوية. وعام 2008 شاركت بشار في 8 أعمال، من أبرزها حارة عين الهوى، وجه العدالة، ليس سرابا، زهرة النرجس،
أهل الراية، جمال الروح. وأبرز أعمال بشار عام 2009 كانت في على قيد الحياة، سحابة صيف، عن الخوف والعزلة، تحت المداسي. وبين عامي 2010 و2012 شاركت بشار في أنا القدس، لعنة الطين، كشف الأقنعة، تعب المشوار، الأميمي. وغابت بشار عام 2013 لتعود بعد عام وتشارك في خواتم، قلم حمرة، وعام 2015 في غدا نلتقي. في عام 2016 اقتصرت مشاركة بشار على الجزء الثاني من عمل البيئة الشامية خاتون، مجسدة دورة، زمرد. وعام 2017 شاركت بشار في مذكرات عشيقة سابقة، أهل الغرام، شبابيك، وبعدها بعام في هارون رشيد، هواجس عابرة. وفي عام 2019 كان لكاريس بشار مشاركة متميزة في عمل البيئة الشامية سلاسل ذهب، مجسدة دورة، ذهب. وفي ذات العام شاركت بشار في مسلسل مسافة أمان، ليكون العام 2020 مميزا في مسيرتها، حيث شاركت في مسلسل العميد، مجسدة دور سلمى، بينما كان دورها الأبرز قمر في عمل البيئة الشامية سوق الحرير. كاريس بشار في المسرح والسينما، شاركت الفنانة كاريس بشار في بعض العروض المسرحية، منها صانع المطر، العصفورة السعيدة، خارج السرب. وفي السينما قدمت بشار عددا من الأفلام السينمائية، من بينها فضاءات رمادية، صندوق الدنيا، حياة عادية، عزيزة. دور مميز في سوق الحرير يعد مسلسل البيئة الشامية سوق الحرير، الذي شاركت به الفنانة كاريس بشار أحد النقلات النوعية في مسيرتها الفنية. وتدور أحداث العمل خلال فترة الخمسينات من القرن الماضي، راصدة تفاصيل الحارة الشامية من الناحية الاجتماعية. وتحدثت كاريس بشار عن دورها في العمل بالقول: نحن أمام مسلسل ينتمي إلى التاريخ المعاصر، وتحديدا أواسط الخمسينات. وتتابع حديثها: لذا نعرج خلال هذه الفترة الغنية على الجانب السياسي بموازاة الجانب الاجتماعي والتغيرات التي طرأت على المجتمع وقتها. وتلك المرحلة شهدت انتهاء الانتداب الفرنسي على سوريا عام 1946 ونيلها الاستقلال. وجسدت فيه بشار دور قمر، وهي إحدى زوجات عمران بسام كوسة الثلاثة، وفيه مواقف طريفة بطريقة تعامل الزوجات مع بعضهن. وقالت بشار: هن صديقات مقربات يحسن معاملة بعضهن، إلى أن تتمكن قمر من إشعال الفتنة بينهن، مما يؤدي لحدوث مناوشات بينهن. سر خاء لافها مع سلاف فواخرج، لا يعلم أحد القصة الحقيقية أو السبب وراء الخي لاف القائم بين النجمتين كاريس بشار وسلاف فواخرج. ومن المعتقد أن مسلسل ثلوج الصيف الذي عرض عام 1999 هو العمل الوحيد الذي جمع بينهما قبل وقوع الخي لاف الذي بقي لغاية اليوم. وفي عام 2006 تمكن المخرج الراحل حاتم علي من جمع النجمتين في مشهد واحد من مقدمة مسلسل ندى الأيام. والغريب أن الممثلتين لم تتبادلا في المشهد الكلام، بينما قالت سلاف لاحقا: المش كلة إنسانية جيم، إرحة أفضل عدم ذكرها، والمشكلة قديمة مش مستاهلة لأنه كبرنا. فجن رت أزم مع نقابة الفنانين خلال فترة انعقاد انتخابات نقابة الفنانين السوريين، فجن رت الفنانة كاريس بشار أزم جديدة مع نقابة الفنانين السوريين. بشار قالت في تغريدة لها: 24 سنة بمهنة التمثيل، 24 سنة ما كنت بتحمل فكره الانتساب لنقابة الممثلين لكثير من الأسباب، بس هل المرة إذا بيكون النقيب فادي صبيح أنا ما بفكر، أنا بنتسب فورا. وأتى الرد من نقيب الفنانين زهير رمضان خلال لقاء مصور قائلا: السيدة كاريس بشار لها الحق تقول يلي بدها ياهو، بس إنه من 24 سنة ما كانت مفكرة بالتسجيل، هي ما كان إلها الحق تفوت عين النقابة لأنه من الشروط شهادة البكالوريا، وهي كان معها بس 9. وأكملوا: ولما حصلت على شهادة البكالوريا مؤخرا كان عمرها يتجاوز 40 عاما، وهو أكثر من العمر المسموح للانتساب. حقائق عن الفنانة كاريس بشار.
اختيرت سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة. خرجت من سوريا عام 2012 بسبب الأحداث التي جرت في البلاد، لتعود في عام 2013. نالت بشار وسامة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المنظم من قبل اتحاد إذاعات الدول العربية عن جميع أعمالها الدرامية. كاريس بشار بعيدة بشكل كبير عن الإعلام والصحافة.